السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. لقاؤنا في هذا الفيديو وقصتنا في هذا الفيديو أيها الإخوة والأخوات مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن قبل البدء أيها الإخوة والأخوات لا تنسوا تعطونا لايك وأعطونا اشتراك وهيا نبدأ. في هذا الفيديو سنتكلم عن قصة عظيمة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات هي قصة وقعت لأبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، مع إبليس. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت، يعني جاءه رجل فجعل يحثو من الطعام، يعني جعل يأخذ من الصدقة. فأخذته أمسكته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. يعني رق حال أبو هريرة لحال هذا الرجل. قال: فخليت عنه، يعني أخلى سبيله وتركه. فلما أصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك، يعني قد كذب عليك، هو لا عيال له ولا حاجة شديدة هو واقع فيها. أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود. سبحان الله، انظر إلى إيمان الصحابة رضي الله عنهم. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. فرصدته فجاء يحثو من الطعام، يعني فجاء مرة أخرى يأخذ من الطعام. فأخذته فقلت له مثل الأولى: لأرفعنك، يعني لأشكونك ولأخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال ولن أعود. فهنا رق قلب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة ثانية. قال: فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. يعني هذه للمرة الثانية. قال: أما إنه قد كذبك، يعني قد كذب عليك للمرة الثانية، وسيعود مرة ثالثة إلى ثمار الصدقة ويأخذ منها. قال أبو هريرة: فرصدته الثالثة، يعني بدأ ينتظر أن يأتي المرة الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود، لأن كلامه وحي من الله عز وجل. قال أبو هريرة: فرصدته الثالثة فجاء يحثو يعني يأخذ، فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه 3 مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني وسوف أعلمك كلمات. هذه الكلمات أيها الإخوة والأخوات سنستفيد منها جميعا بإذن الله عز وجل. قال: دعني وسوف أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال، يعني الشيطان الآن يقول لأبي هريرة، قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية معروفة، آية الكرسي، حتى تختم الآية: فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة: فلما قال لي هذا الكلام وأعطاني هذه الفائدة العظيمة خليت سبيله، يعني تركه وذهب. قال: فأصبحت
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، يعني تركته وشأنه. لما علمني تلك الكلمات تركته وشأنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ يعني وما هي هذه الكلمات التي علمك إياها هذا الرجل؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، والآية هي معروفة يعرفها أي مسلم، ألا وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ختام الآية. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وسبحان الله، الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، يعني كانوا أحرص الناس على الخير وعلى اتباع ما جاء به الكتاب والسنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك، أو أما إنه قد صدقك وهو كذوب. يعني قد صدقك، الأمر الذي قاله لك هو صدق وهو حق، ولكن ذلك الرجل كذوب كذاب. كذوب يعني بصفة المبالغة، يعني أنه متصف بالكذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال أبا هريرة: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. ذاك الشيطان هو الذي جاء لأبي هريرة وهو يحرس تمر صدقة رمضان لكي يفرقها أو لكي يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على فقراء المسلمين. فعلمه هذه الآية العظيمة اللي هي آية الكرسي. فانظروا يا إخواني ويا أخواتي لعظمة هذه الآية، آية عظيمة وعظيمة جدا. تجد بعض الإخوة وبعض الأخوات يقول: يا أخي الكريم، أنا لما أنام يعني أرى وساوس في المنام، أرى يعني أرق، لا أستطيع النوم، أو أني أنام وأرى أحلام مزعجة يا أخي الكريم، دواؤك وعلاجك في آية الكرسي. تقرأها كاملة قبل أن تنام، يرسل الله عز وجل لك ملك يحرسك ليلتك كاملة. سبحان الله، يعني تنام وأنت تحت حراسة ملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فاعملوا بهذه الآية إخواني وأخواتي الكرام، وستجدون ثمرتها وستجدون علاجها بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.